فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل الله خالدا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني قد الذين يموتون كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ولا تأخذوا منها كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما سلف أو كان فاحشة ومن سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ما حل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تآتيتم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ذلك لمن ليبين لكم ويهديكم الذين آمنوا ويتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا كيلا عظيما أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذلك عدوانا وظلما كثيرا وكان ذلك على الله يسيرا تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونزلكم نزلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا نسأل الله من فضله إنما كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين آمنوا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وإذا اعتدتم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وفي سبيل الله والكذب
بالله واليوم الآخر ينفقوا عبادة لهم لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء وتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا سبيل الله